بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن الخلافات الأسرية وحقوق المرأة وحقوق الراجل. دلوقتي بقى في خلافات كتير بين الزوج والزوجة بتؤدي للطلاق. طب أول حاجة احنا عاوزين نعرف ايه هي حقوق الزوجة وايه اللي الزوجة بتتجه ليه عند حدوث الخلافات الأسرية دي. بتتجه الزوجة للنفقة وهي من أحد حقوق الزوجة، مسكن وبدل فرش وغطا قدام محكمة الأسرة، هي المحكمة المختصة. بيبقى ده بمساعدة أحد المحاميين اللي هما بيوجهوا الزوجة إن هي تجيب الورق المطلوب منها للنفقات بتاعها وللمتعة والمؤخر والمسكن كل ده بيبقى قدام محكمة الأسرة. وما ننساش طبعا إن في قايمة منقولات، بس ده في حالة الطلاق الزوجة بتطلب بيها قدام المحكمة. طيب في حالة إن الزوجة بقى معاها صغار، يعني معاها أطفال، تبدأ الزوجة إن هي تقدم قدام المحكمة إن هي محتاجة نفقة للصغار وبدل فرش وغطا ومسكن، بس كل ده بيبقى في حالة إن الأطفال في حضانة الأم. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دايما، طب هل الزوج معفى في شروط بتعفيه من النفقة للزوجة؟ ايوه، هو فعلا يسقط دين النفقة للزوجة بالاداء او الاجراء، وهنعرف يعني ايه برضو الكلام ده كله في الفيديو الجاي. ومش بس كده، بيسقط ايضا دين الزوجة لو كانت الزوجة ناشز. يعني ايه ناشز؟ باذن الله هنعرف في الفيديو الجاي يعني ايه الزوجة تكون ناشز. ربنا قال في كتابه الكريم: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا.